السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم لطريقة عمل فطائر بالسبانغ وفطائر بالمرتديلا والجبن. ممكن تقدموها بحفلات أعياد الميلاد أو ياخذوها الأولاد للمدرسة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. نبدأ بعمل حشوة السبانغ. هنا عندي راس بصل مثروم، ضفت عليه الزيت وأقلبه إلى أن يذبل. العجينة اللي استخدمتها بالفطائر هي العجينة الذهبية، نزلتها بالقناة سابقا وإن شاء الله راح أكتبها بصندوق الوصف والفيديو راح يظهر عندكم بالأخير. وهنا ضفت ملعقة كبيرة من السماق، وممكن تضيفون عصير ليمون إذا تحبوها أكثر حامضة. بعد أن ذبل البصل وأخذ لون السماق أضيف هنا حبة طماطة مثرومة وأقلب إلى أن تذبل. أضيف ملعقة ملح، أضيف باقة كبيرة من السبانغ بعد أن غسلتها وثرمتها ناعم، وأقلب إلى أن يقل حجم السبانغ، وبعدها أصفيه لأنه راح ينزل كمية كبيرة من السوائل. هنا بعد أن ذبل السبانغ أتركه بمصفاية حتى أتخلص من كل السوائل. وهذا شكله بعد أن برد. لاحظوا كمية السائل اللي نزلت من عنده، أتخلص من عندها. وهنا استخدمت جبن أبيض، اللي احنا نستخدمه جبن الزراعة أو تستخدمون شدر، أي نوع يعجبكم، مقدار كوبين وخلطتها مع بعض. والحشوة الثانية استخدمت مرتديلا برشتها وضفت عليها جبن نفس اللي استخدمته مع السبانغ وكرفس مثروم، وأخلطها مع بعض. وهنا عندي العجينة اختمرت. هنا استخدمت مقدار 10 أكواب، اللي راح أكتبها لكم بصندوق الوصف مقدار 5 أكواب. انتوا ضاعفوا الكمية حسب احتياجكم. وهنا أشكلها على شكل كور. نمد العجين بشكل دائرة مثل ما تشوفون. أضيف حشوة السبانغ بالوسط وأغلقها بشكل مثلث من 3 أطراف. اتأكدوا من الأطراف أنه تكون مغلقة بشكل جيد حتى لا تنفتح أثناء الشوي. وأكمل باقي المقدار على نفس الطريقة. خليت ورقة زبدة بصينية الشوي وأخلي قطع الفطائر بيها، وإذا ما متوفر ورق الزبدة ممكن تدهنون الصينية. أما الشكل الثاني أيضا أفتحها بشكل دائرة وأضيف حشوة المرتديلا وأغلقها بشكل كرة، وأخليها بقالب الكب كيك بعد أن ضفت ورق الكب كيك. وبهذه الطريقة تحصلون على فطائر شكلها مميز ومنظرها حلو بالتقديم. وأكمل باقي الكمية على نفس الطريقة.
إن كملت كل المقدار دهنتها بالبيض ورشيت على الوجه سمسم وحبة البركة، وأدخلها الفرن من تحت ومن فوق تتحمر. وهذا شكلها النهائي. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وعمل لايك وشير للفيديو. نلتقيكم إن شاء الله في فيديو جديد.